المنيا الذي لخص الإنسانية في لفتة في خضم صخب الحياة اليومية وسرعة إيقاعها، تظهر أحيانا ومضات من النقاء والبراءة تذكرنا بالقيم الإنسانية الأصيلة التي قد تغفل عنها قلوب الكبار. ومن قلب محافظة المنيا في صعيد مصر انبثقت قصة بسيطة في تفاصيلها، عظيمة في معناها، بطلها طفل يعمل بائعا متجولا، لخص في لفتة عفوية كل معاني الرحمة والعطف والعطاء غير المشروط. لفتة تتجاوز الكلمات. القصة لم تروى عبر تقارير رسمية أو تصريحات منمقة، بل جاءت عبر مقطع فيديو قصير انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي. يظهر الفيديو طفلا صغيرا يقف في الشارع كغيره من الأطفال الكادحين يبيع بضاعته المتواضعة من غزل البنات والبالونات. وبينما هو منهمك في عمله، يمر به طفل آخر من ذوي الهمم الاحتياجات الخاصة. في تلك اللحظة لم يتردد البائع الصغير، لم يحسبها بتكلفة البضاعة أو قيمة الربح، بل تحرك بوازع فطري من التعاطف. اقترب من الطفل المعاق وبكل براءة وعفوية أهداه كيسا من غزل البنات دون أن ينتظر منه مقابلا ماديا أو حتى كلمة شكر. كانت لفتة بسيطة، لكنها حملت في طياتها معاني عميقة تفوق قيمة أي سلعة. عطف لا يعرف الطبقات الاجتماعية. ما جعل هذا المشهد مؤثرا إلى هذا الحد هو أنه يجسد جوهر الإنسانية في أنقى صورها. طفل يكافح من أجل لقمة عيشه، يجد من وقته وجهده البسيط ليمنح السعادة لطفل آخر قد يكون محروما. هذا العطاء لم يأتي من شخص ميسور الحال يملك الفائض، بل جاء من قلب فقير ماديا وغني بالروح والعطف. هذا الموقف رسخ فكرة أن الإنسانية ليست حكرا على طبقة اجتماعية أو مستوى تعليمي، بل هي صفة متجذرة في القلوب النقية التي لم تفسدها تعقيدات الحياة ومادياتها. لقد أثبت طفل المنيا الصغير أن أجمل صور العطف تأتي غالبا من أولئك الذين يعرفون قيمة الحرمان فيجودون بما يملكون. نفسي ربنا يحبني، أمنية تلخص الطموح الأسمى. لم تقف القصة عند هذا المشهد المؤثر. تفاعل الجمهور مع الفيديو دفع البعض للبحث عن الطفل البائع، وعندما سئل عن اسمه وأمنيته كانت إجابته تحمل براءة وعمقا تجاوزا عمره الصغير، فقد كانت أمنيته الوحيدة والبسيطة نفسي ربنا يحبني. هذه الأمنية التي خرجت من قلب الطفل الكادح كانت بمثابة صدمة إيجابية للمتابعين. لقد كشفت عن منبع العطاء في قلبه، فالطفل الذي يتمنى محبة الخالق هو نفسه الذي يطبق جوهر هذه المحبة في تعامله مع الآخرين، خاصة الضعفاء منهم. لقد فسر علماء النفس والاجتماع موقفه بأنه إسقاط إيجابي لحاجته النفسية للحب والاهتمام، فقدمه هو للآخرين ببساطة. صدى القصة ودور الإعلام. لاقت قصة طفل المنيا تفاعلا غير مسبوق، وتحولت إلى مادة إعلامية دسمة، ليس لاستغلالها ولكن لتسليط الضوء على قيمتها الأخلاقية والتربوية. لقد أصبح هذا الطفل بتصرفه العفوي نموذجا يحتذى به في المدارس والأسر. ما الذي تعلمناه من طفل المنيا؟ 1. قيمة العطاء غير المشروط، أن أفضل عطاء هو ما يقدم دون انتظار مقابل أو ثناء. 2. التعاطف الوجداني، القدرة على الشعور بآلام واحتياجات الآخرين خاصة ذوي الهمم وترجمتها إلى فعل إيجابي. 3. البراءة والجوهر، أن جوهر الإنسان يتجلى في اللحظات العفوية بعيدا عن التكلف أو التصنع. 4. الأمنيات النبيلة، أن السعادة الحقيقية ليست في امتلاك الماديات بل في السعي نحو رضا الخالق والناس. إن قصة طفل المنيا ليست مجرد خبر عابر، بل هي درس عملي في الأخلاق والإنسانية قدم للعالم كله من قلب الشارع المصري البسيط. هي دعوة لنا جميعا لنرى أطفالنا بعين الرعاية والعطف، وأن نزرع فيهم هذه القيم النبيلة، وأن نتذكر دائما أن الخير لا يزال كامنا في النفوس، وأن مجرد لفتة بسيطة قد تصنع فارقا كبيرا في حياة إنسان وتلهم الآلاف. هل تود أن تعرف المزيد عن ردود الأفعال على هذه القصة أو قصص أخرى مشابهة من صعيد مصر؟